تعالوا نعمل النهارده حاجة لطيفة جدا جدا. النهارده مش انا اللي هقول لكم كلام، النهارده انتوا اللي هتقولوا لنفسكم. عايزاكم تجهزوا ورقة وقلم وتركزوا معايا جدا جدا جدا. احنا هنعمل اختبار طاقي سريع من 5 أسئلة عشان نعرف انت شغال بأنهي طاقة دلوقتي. هل طاقتك إيجابية وانت على المسار الصحيح، ولا طاقتك سلبية ومحتاج تشتغل على نفسك أكتر؟ هل انت في دايرة سوق ولا انت في طريق السيادة؟ اللي مستعدين معايا يلا بينا. انا هبدأ بالأسئلة، لو عايزين تكتبوها اكتبوها، لو عايزين تسمعوها وتختاروا عشان نحلل النتيجة في الآخر. اختار من الإجابات اللي انا هقولها ألف أو ب أو جيم. تمام، هتكتب الإجابة في ورقة وهنحللها في النهاية. السؤال الأول: أول ما بتمسك موبايلك الصبح بتعمل إيه؟ ألف: بدخل أشوف الأخبار، أشوف الحوادث، بتابع فيديوهات تافهة بس بتفرج عليها عشان أضحك. ب: برد على الرسائل اللي جايالي، لو انا عندي شغل خاص فبرد على الطلبات وبكون مضغوط من اول دقيقة في اليوم. جيم: بسمع حاجة ترفع ترددي، بكتب توكيدات يومية، بستمتع بفنجان القهوة بتاعي، بقعد اتأمل في الحاجات اللي حوالين مني. السؤال التاني: لو فتحت شنطتك او محفظتك او درج مكتبك دلوقتي حالا هتشوف ايه؟ ألف: هشوف أوراق قديمة، فواتير مبهدلة، كراكيب مش محتاجها، كوينز مثلا رميها ونسيها. ب: هلاقيه مكركب شوية بس أنا عارف مكان كل حاجة فين، ولكني مكسل إن أنا أرتبه. جيم: هلاقيه منظم، هلاقيه نظيف، وكمان هلاقي مساحة كافية إن أنا أحط فيه أي حاجة جديدة حابب أدخلها فيه. تمام؟ السؤال الثالث: لما حد يسألك ايه الأخبار أو انت عامل ايه في شغلك أو عامل ايه في دنيتك، الرد التلقائي بتاعك بيكون ايه؟ ألف: أدينا بنعافر، مطحونين، الحمد لله على كل حال، بنبرة شكوى. ب: ماشي الحال زي كل يوم، مفيش جديد. جيم: كله خير أو في تطور مستمر أو مستبشر جدا أو متفائل باللي جاي. تمام؟ السؤال الرابع: وانت قاعد لوحدك تماما ومحدش شايفك، بتشرب في ايه وبتاكل في ايه؟ ألف: أنا بشرب في أي حاجة تقابلني، طبق مكسور، كوباية قديمة، المهم أشبع وآكل وأشرب وخلاص. ب: في الحاجات العادية المتاحة، لكن الحاجات الغالية اللي عندي أنا شايلها للضيوف. ج: بختار أحلى كوباية وأشيك طبق عندي، ودايما بدلع نفسي كأن أنا أهم ضيف عند روحي. السؤال الخامس والأخير: لو كنت ماشي في مشوار ولقيت زحمة وتعطلت، طابور مثلا، ورقة اتأخرت عليك، بتعمل ايه؟ ألف: أنا بتعصب وبشتم اليوم وبقول أنا عارف إن حظي الفقر ده دايما كده. تمام. ب: بنفخ وبمل وبقعد أعد الدقايق وأنا متوتر وبفكر في اللي ورايا واللي لسه هعمله. جيم: بهدى وبقول ده اكيد تدبير لخير او حماية من حاجة، وبستغل الوقت ده في ان انا مثلا في الذكر، مثلا اقعد اسبح ربنا، او في تفكير هادي. دلوقتي هنحلل النتائج دي. تمام. لو اغلب اجاباتك الف فانت في منطقة تردد القلة والهدم. جهازك مشحون بطاقة ضحية وبصمة فقر. ده بيخلي الواقع يبعتلك تعطيل، ديون، مشاكل مكررة. انت محتاج فورا تفك شفرة الاستحقاق المنخفض اللي انت عايش فيها. طب لو اغلب اجاباتك ب فانت هنا في المنطقة الرمادية. طاقتك محايدة بس مهددة بالهبوط، انت عايش وخلاص، مفيش سيادة ولا قيادة، الواقع بيمشيك بدل ما انت اللي تمشيه. طب لو انا بقى اغلب اجاباتي جيم، انت هنا في منطقة السيادة والاتصال. مبروك، انت كده اونلاين مع المصدر بتاعك، طاقتك ايجابية وفعالة، الواقع بتاعك بيستجيب لترددك باليسر وبالوفرة. دلوقتي عرفتوا انتوا فين؟ انا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنت طلعتوا الف ولا ب ولا ج، بس بكل صراحة. ولو لقيت نفسك في ألف أو ب ومحتاج إن أنت تنقل الموجة بتاعتك للسيادة والوفرة، ده بالظبط اللي احنا بنعمله في كورس فك الشفرات. احنا بنمسح شفرات ألف وب من جذورها، وبنبرمجك إن أنت تشتغل بتلقائية على تردد ج، عشان الواقع بتاعك يتغير من غير مجهود جبار. تقدر إن أنت تتواصل معانا وتحجز مكانك دلوقتي في 2026 وتعمل الابديت الحقيقي لروحك. تقدر تبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو، او اكتب لي كلمة تفعيل وهبعت لك كل التفاصيل فورا.